سلام سلام، مرحبا بكم معايا في مطبخ تما كيتشن. متواصلين سلسلة بنة رمضان بين الملح والحلو، واليوم جيت نشارك معكم هاد تحلية تيراميسو على طريقتي، بواحد البرودوي خرج جديد. راح نكتشفوه مع بعض ونعطيكم الرأي تاعي بكل صراحة. تبعوا معايا كامل الخطوات والمقادير. نبداو. بسم الله على بركة الله. هاد البرودوي تاع كريمة تيراميسو تاع الشاف غانو. هادي وزن 65 غرام. نعملو ساشي كومبلي باسكو تجي فيها ساشي وحده فقط. وهنا نجيو نعملو عليها 200 ملي تاع الحليب يكون بارد، وهنا طربوها بالباتور حتى تحصلوا على هاد لا تيكستور. صراحه لا تيكستور تاعها جد ملساء وما فيهاش هذوك التكتلات وتجي رطبه. وهنا كتشوفوا عملت نسكافيه، عملت عليها مسخون. وهنا نجيبوا لي لونغ دو شا تاعنا، كنا عملنا هذيك لا كريم في لابوش، ونجي نبوشيها بهذا الشكل. سهله مهله. شوفوا الشكل كيفاش تبوشيوها، غير تبعوا الطريقه كيفاش. هذيك لابوش جوطابل، واللي عندها لا دوي بهاد مسنده بهاد الطريقه تعمل بها. سينو تعمل بهذه جوطابل وتقطعها كشغل انكليني نقص وتقصها. وهنا عملت كملت الطبقه الاولى وعملت عليها الطبقه الثانيه تاع لي لونغ دو شا باش يجيونا زوج. وهنا طريقه التشكيل تاع الكريمه طريقه واحده اخرى اللي جاتها صعيبه. الطريقه الاولى تعملها الطريقه نعملوها غير مسرحه سامبل، ونجيو نحطوا عليها الطبقه الثانيه تاع لي لونغ دو شا. وهنا هذيك القهوه نجيو نحطوهم. شوفوا ما تطولوش كي تجيو باش تغمسوهم في القهوه، تمتم نحيوهم. كما تعرفوا هاد لي بودوا خفاي شغل يرطابوا بالقهوه. الوغ تمتم رفدوهم، ما تخليوهمش بزاف. وهنا بعد ما كملت كامل الحبات تاعي غطستهم في ديك النسكافيه، نجي نكمل التشكيل والتزيين تاع التيراميسو تاعنا اليوم بهذه الطريقه. شوفوا الشكل تاعها يجي بريزونطابل ويجي بزاف شباب. تحليه خفيفه ومام لا كريم ماشي حلوه بزاف، صدقوني واحد فيها حلبنا ما شاء الله، الله يعطيه الصحه. انا بدا عجبتني بزاف. ومام لا تيكستور تاعها قلت لكم تجي ليس وما فيهاش هذوك التكتلات ولا تجي حرشه، بالعكس. وهنا كملت كامل تزيين الحبات تاعي تاع التيراميسو بلي لونغ دو شا. وهنا نجيو نسبودغيو عليها، يعني ندردروا عليها شويه تاع تاع عفوا تاع الكاكاو. اختاروا النوعيه تكون جيده باش تجيكم البنه مليحه. وهنا كتزيين اخر نتوما يبقى لكم اختياري، كما حبيتوا تزينوه زينوه. انا عملت البنان، كانت عندي حبه تاع بنان قطعتها بهذا الشكل وزينت الحبات تاعي تاع التيراميسو. وهذا هو الشكل الاخير تاع الحبات تاعي. شوفوا جات خفيفه وبنينه وماشي كامل حلوه. بالنسبه للناس اللي ما يحبوش الحلاوه بزاف، هذه توالمكم وتوالم في سهره رمضان مع العائله والحباب. نقول لكم ونتمنى لكم تجربوا الوصفه وتنال اعجابكم، وتخلوا لي التعليق تاعكم في لي كومونتير. ما تنسوش حبيباتي تدعموني بجمع ابوني. ودمتم في رعايه الله وحفظه. سلام.